اقتراب الزمالك من التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو. الفرنسي تيدي أوكو جناح فريق لوزيرن السويسري يخضع للكشف الطبي في الزمالك، وذلك تمهيداً للتعاقد مع اللاعب رسمياً. اللاعب وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية من أجل إتمام الانتقال إلى نادي الزمالك بشكل رسمي، وذلك عقب التوصل لاتفاق كامل مع إدارة الزمالك بشأن كافة الأمور المالية التي تخص الصفقة في المرحلة النهائية. وتم حسم الأمور مع نادي لوزيرن السويسري الذي وافق رحيل اللاعب الذي سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. تحرك نادي الزمالك من خلال خطوة رسمية من أجل حسم صفقة اللاعب محمد إسماعيل مدافع فريق نادي زد، وذلك في ظل دخول أطراف آخرين على الصفقة من أجل المزايدة على الزمالك وتفدي انتقاله إلى الفريق الأبيض، حيث علم نادي الزمالك أنه تم إرسال العقود الرسمية الخاصة بصفقة محمد إسماعيل إلى إدارة نادي زد، وذلك من أجل توقيعها من جانب إدارة زد لسرعة إنهاء الصفقة وحسمها بشكل رسمي، خاصة مع الحصول على موافقة اللاعب، حيث باتت الصفقة حالياً أقرب إلى نادي الزمالك من أي وقت مضي من أجل تدعيم خط دفاع الأبيض خلال الموسم المقبل. ينضم أحمد ربيع لاعب فريق البنك الأهلي إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقام حالياً في العاصمة الإدارية بعد توقيع عقود انضمامه المنتظر إتمامها خلال الساعات القليلة المقبلة ضمن خطة تدعيم صفوف القلعة البيضاء استعداداً للموسم الجد. ويأتي ذلك في إطار صفقة تتم بين الزمالك والبنك الأهلي، حيث توصل مسؤول البنك الأهلي لاتفاق مع مصطفى شلبي جناح الزمالك من أجل ضمه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقتين رسمياً عقب توقيع العقود مباشرة. وكان انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك قد تأجل لحين حسم صفقة مصطفى شلبي قبل أن تقترب المفاوضات من خط النهاية، مما يفتح الباب أمام ربيع للالتحاق بمعسكر الزمالك والانخراط في تدريبات الفريق بقيادة المدير الفني يانيك فيريرا. وكان مسؤول نادي الزمالك ينتظرون الموقف النهائي لمصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم من الانتقال إلى صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم التوصل لاتفاق مبدئي بين اللاعب والنادي. ورغم التفاهم بين الزمالك والبنك الأهلي، حيث ستكون الصفقة بقيمة 35 مليون جنيه يحصل عليها الزمالك مقابل انتقال اللاعب للبنك، إلا أن شلبي لم يحسم موقفه حتى الآن، ويواصل البحث عن عروض آخرين قد تكون أكثر إغراءً على الصعيدين الفني والمادي، ما تسبب في تعطيل إتمام صفقة